ايه السر ورا جملة داري على شمعتك تقيد اللي احنا دايما بنقولها؟ الجملة دي وراها سر كبير، لو انت فهمته صح حياتك هتتحول 180 درجة. عايزاك تسأل نفسك كم مرة كنت ناوي ان انت تعمل حاجة والحاجة دي ما كملتش معاك، او حتى كنت ماشي في شيء معين وفجأة يتعطل ويقف تماما. السر هنا مش بس في الحسد زي ما احنا دايما متبرمجين، السر في حاجة اعمق بكتير اسمها تسريب النبضة الطاقية. يعني ايه؟ يعني الفكرة اللي بتكون موجودة جوه دماغك دي عبارة عن طاقة خام، وعشان تتحول معاك لواقع ملموس انت محتاج ضغط، او الفكرة دي محتاجة لضغط. تخيل مثلا عشان اوضح لك اكتر ان انت بتملى كاوتش عربيتك هوا. الكاوتش ده هو هدفك، والهوا هنا هو نيتك. طول ما الكاوتش بتاعك سليم ومقفول الضغط جوه بيزيد والعربية بتمشي معاك لأبعد مكان. لكن بقى لو الكاوتش بتاعك فيه ثقب ايه اللي هيحصل؟ هل العربية بتاعتك هتمشي؟ اكيد لا، الضغط هنا هيهرب وهتلاقي نفسك واقف مكانك. بالظبط بقى ده اللي بيحصل معاك من كلامك الكتير عن خططك. بيحصل ثقب، الثقب ده اللي بيسرب ضغط نيتك في الهوا. لما بتقعد وتحكي انا هعمل، انا هسوي، انا ناوي افتح مشروع كذا، الناس هنا بتبدأ ان هي تقولك الله ينور عليك، انت شاطر، برافو عليك. عقلك الباطن هنا بقى بيعمل معاك ايه؟ عقلك الباطن هنا بيخدعك خدعة كبيرة. عقلك الباطن في الاساس ما بيفرقش بين الحقيقة والخيال، فبيستقبل مدح الناس ده كأن هو جايزة النجاح بتاعتك، فتبدأ تفرز هرمونات سعادة وكأن الهدف اتحقق. طب ايه اللي بيحصل لما بيحصل كده؟ النتيجة معاك بتكون ان انت بيجيلك احساس بالراحة، ارتخاء طاقي، حماسك بيبرد، مجهودك اللي كان المفروض يروح للتنفيذ بيروح في الكلام. انت كده حرفيا بتصرف بنزين الفعل في دخان الحكاوي اللي انت حكيتها. ولو انت تأملت معايا في الحاجات اللي حواليك، مثلا في البذرة اللي بنحطها في الارض، هنلاقي ان احنا البذرة نفسها محتاجة لضلمة وسكون عشان تنبت. لو كل شوية كشفت عنها التربة عشان تفرج الناس عليها، ايه اللي هيحصل؟ هتموت ومش هتطرح. هدفك كمان محتاج بالظبط ضلمة الكتمان عشان ينمو وعشان يقوى. طب هنا في سؤال، اعمل ايه في الناس اللي بتفضل تسألني انت هتعمل ايه، انت وصلت لفين؟ الانسان الذكي هنا، او الانسان الذكي طاقيا، هو اللي بيعرف يمارس التمويه الطاقي. يعني ايه التمويه الطاقي؟ يعني لما حد يسألك انت وصلت لفين في مشروعك او في الحاجة اللي انت بتعملها، مش لازم تكذب، بس اتعلم تقول كلام عام ملهوش تردد. ما تحطش تردد للكلام، يعني مثلا قول والله انا لسه برتب، او لسه بفكر في كذا وكذا، كلام كله بشكل سطحي. انت كده اديت لعقل الشخص ده اجابة تسكته، بس في الحقيقة انت محتفظ بالشفرة الحقيقية لنفسك. اتعلم ان انت ما تفتحش قلب هدفك لاي حد، لان هنا في ناس فضولها طاقيا بيبقى استنزاف طاقي ليك وانت مش حاسس. هما ما بيبقوش قاصدين ان هما يأذوك، بس تركيزهم الزايد معاك بيشد من طاقة الهدف بتاعك وبيشتتها. وخليك دايما فاكر ان الهيبة بتيجي من الغموض. الانسان اللي الناس مش عارفة خطوته الجاية ايه هو اكتر انسان بيعملوا له الف حساب. لما انت بقى تخلص الشيء اللي انت ماشي فيه بس تحدث بنعمة ربك، لان طاقتك وقتها هتكون مستقرة والواقع ملموس ومحدش هيقدر يهز يقينك.